في إطار سياسة المسؤولية المجتمعية وضمن سياستها لإسناد المجتمع، نظمت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يوم طبي مجاني في تخصص العظام بمشاركة نخبة من أطباء العظام لمساعدة أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. يعني اليوم قامت جمعية بيت لحم العربية بإقامة يوم طبي لعيادة جراحة العظام، شارك فيه 3 أطباء: الدكتور أيمن الدرعاوي والدكتور مالك غوير والدكتور معمر قديمات، مشكورين لتطوعهم وتبرعهم في هذا اليوم الطبي. كان في طلب كثير على العيادات، والحمد لله يعني تمكنا من خدمة المواطنين بالشكل السليم. بناء على الوضع الطارئ في البلد والحالة الوضع الاقتصادي السيء لمعظم الناس، قررنا اليوم نعمل يوم عمل طبي مجاني بالإضافة للأخصائية العظام الثانيين الدكتور معمر والدكتور مالك، وهذا مساعدة للناس نشخص حالاتهم ونساعد قديش بنقدر في هذا المجال من ناحية أدوية أو علاج. وخلال فعاليات اليوم المجاني قدم أطباء الجمعية العربية وطواقمها خدمات علاجية واستشارات لمئات المواطنين، مؤكدين على جاهزية قسم العظام لتقديم أفضل الخدمات للمواطن دائما. إيمانا بنهج الجمعية بالخدمة المجتمعية للمجتمع المحلي، قمنا بعمل هذا اليوم الطبي المجاني في خصوص أي أمراض بالعظام أو جراحة العظام، بآلام العظام المتنوعة ومتابعة الكسور. فقمنا حاليا احنا بنتابع كل مشاكل العظام واي مشكله او اي شيء يتعلق بصحه العظام. تقريبا معظم العمليات الجراحيه من زراعات مفاصل، وكمان حوادث سير كمتابعات وككسور معقده، وانا كمان الحمد لله بمتاز في عمليات كسور الحوض المعقده وزراعه المفاصل. من ناحيتهم عبر المواطنين عن شكرهم الكبير لجمعية بيت لحم العربية للتأهيل على هذا اليوم، موضحين أنه يساعدهم في تلقي العلاج في هذه الظروف. شكرا لهم على هذه الجهود، ومن صميم قلبي لهذا العمل اللي قاموا في اليوم. أنا بتمنى أخرى أيام ثانية يسووا للناس، مش بس يوم واحد. تسعى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل لإسناد المجتمع الفلسطيني من خلال أيام طبية مجانية ستنفذها خلال المرحلة المقبلة، على الرغم من المصاعب المالية التي تواجهها، إيمانا منها بحق الإنسان في الحصول على الرعاية الطبية بأفضل صورها. منتج جادو لشبكة فلسطين الإخبارية BNN، بيت جالة.